اغرب مكالمه جات لك على الموبايل؟ واحد بيتصل بيا بيقول لي ايه، تعالى هات الفلوس اللي عليك من 20 سنه. الحمد لله طلعت اول مقرر على الكويت، فكان اليوم ده بالظبط نايم الساعه 7 الصبح، لقيت مكالمه بتتصل بيا كده، قلت الو ايوه ويانا وليد، قلت له الحمد لله، قال لي وليد حافظ، قلت له قال لي مبروك وليد طلعت الاول مقرر على الكويت، قلت له انت مين يا انت بتقول ايه يا ابني انت؟ قال لي شنو مين معايا وليد؟ قلت له انا معاك وليد قال لي طلعت الاول مقرر، قلت له انت بتستعبط ولا ندهلك الامن؟ يا اما والله وزير التربيه والتعليم وزير التربيه والتعليم الكويتي. انت عبد الرحمن عمران؟ قلت له لا انا عبد الرحمن الحكيم. قال لا انت عبد الرحمن العمران، انا متاكد من الرقم. قلت له لا يا استاذ الرقم مش صحيح. بعدين اتصل علي بعد 4 ايام قال لي انت عبد الرحمن عمران، قلت له والله انا مش عبد الرحمن عمران يا جماعه، انا غير الشريحه دي. شكرا جدا عبد الرحمن عمران. الله يكرمك، متشكر جدا. هم اللي بيعاكسوا بس، اللي مزهقنا شويه وخلاص. الناس بيعكسوك؟ بجد والله بنات ولا اولاد؟ لا يا عم، هو ستات وبنات وكله، مش والله العظيم ستات وبنات وكله؟ حريم؟ حريم والله. نسوان؟ انا كنت بحب بنت، وواحد اتصل عليا فقال لي انا ابن عمها وكده، ولو كلمتها في التليفون تاني انا كنت بركب القطر طبعا رايح المدرسه، قال لي هطلع القطر وارشك ميه نار واموتك وغزغزك بالسنج والمطاوي والجو ده. فانا طبعا قعدت في البيت 3 ايام اعيط. قلت له اسم فيك واديت له ميعاد وقلت له انا من المحافظه الفلانيه ويعني هو كان قايل لي هو من الصعيد، قلت له تمام معاك انا من الصعيد وبتاع. جبتوش هنا ليه طيب؟ تجيبي هنا كان المشوار. لا خلاص بقى حرام. انت اديت له ميعاد فيك وهو راح. بقى مؤاخذه من الجنس اللطيف كده حصلت لك في حياتك؟ حصلت في حياتي مره، بفتح التليفون يعني واحد رن عليا الساعه 1 بالليل، بكلمه وقال لي انت مش عارفني، انت مش عارف ايه ده، انا الفلان الفلاني. طب يا عم ده الوقت ده ترن عليه فيه، انا صاحي من النوم بصراحه. يعني فين البنت اللي في الموضوع؟ ما هي في بنت في الموضوع، بس ما هو ايه؟ اقول لها النمره غلط يا طنط، تقول لي شكرا يا حبيبي انا اسفه وتتصل تاني. اقول لها النمره غلط والله يا طنط، تتصل تاني وتالت ورابع. اقول لها النمره غلط تقول لي طب في ايه النمره الصح؟ اقول لها انا مش عرفني. ده مره واحد بس اتصل بمراتي قال لها جوزك جاي مات. اقرب مكالمه جت لي قريب من وزاره التومين، تعالى ادفع اللي عليك. عليا ايه؟ قالوا لي عليك 196,000 جنيه. 196,000 جنيه. لساعة 2 معاكسة، ألفاظ مش كويسة. قال لك ايه؟ قال لي حاجات خارجة عن المألوف. بالظبط. يعني عيد ميلادي كان قبل يومين. ألف مبروك. الله يخليك، الله يسلمك. فعيد ميلادي مكالمة غريبة، الغريب فيها ايه؟ بأن أنا ما مفكر أطلع بمكان بعيد، فتيجي جوزتي بتقول لي انا جايبت لك تذاكر 2 عشان نروح نحضر حفل العيد الميلاد بشرم الشيخ. طلبت بواحده بعدها بقى؟ لا والله العظيم عرفت طالب بنت بعدها تاني. ما قدرتش اقول لابني ان قال لي كذا. انا ابني عنده 18 سنه. ممكن يضربه اصلا. انا ابني عنده 18 سنه وابني السنه دي اول يعني انت عندك 18 انت عندك 18 ولا اخويا بقى ده بيتحرش حاله. بيتحرش يعني بص لايف. انا بقول لك مكالمة غريبة؟ لا، بس ما فيش مكالمات غريبة يعني. والله الكاميرا الخفية يا عم، نذيع ولا ما نذيعش؟ زيع.